بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. امبارح أخذنا آية من آيات الحكمة فيها السؤال ربنا بيسأله: لماذا تخرب نفسك؟ والعجيب إن كان ربنا بيقول لنا: أنا مش عايزك تكون بار بزيادة عن اللزوم ولا تكون حكيم بزيادة، لأن اتكلمنا على فكرة الطاقة والقامة وإزاي الإنسان ينمو بالتدريج عشان ما يتورطش. في نفس السياق والعدد اللي بعديه على طول في سفر الجامعة الإصحاح 7 يقول كده: لا تكن شريرا كثيرا ولا تكن جاهلا، لماذا تموت في غير وقتك؟ هنا ده تحذير إلهي إن الإنسان بسبب جهله أو بسبب شره يكون سبب في موت نفسه. يعني ناس كتيرة قوي تقول: هو ليه ربنا خده في الوقت ده؟ هل يا ترى ربنا هو اللي خده ولا هو كان سبب في موت نفسه؟ ناخد أمثلة على سبيل المثال. لو إنسان مثلا استهلك صحته في شرب الخمر وتدخين السجاير، إيه اللي ممكن هيحصل؟ الكبد هيستهلك والرئة هتتدمر ويبقى عرضة لأمراض متكررة أو أمراض خبيثة. يعني ممكن بدل ما يكون هيعيش 70 سنة أنهى حياته عند سن 50 سنة. فربنا بيقول لك كده: لماذا تموت في غير وقتك؟ واحد تاني شاب شرب كتير قوي وساق بسرعة قوي 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 وبعدين دخل في عمود وأنهى حياته. أو برضو هقول كان بيتناول أي حاجة من المشروبات الكحولية أدت إن هو ينهي حياته. يا ترى هو كده ربنا اللي تدخل ولا هو بإرادته عمل كده؟ علشان كده في تحذير بيقول إن الشر بيأثر العمر، أو الإنسان الجاهل بيموت نفسه في غير وقته لأن حسبها حسبة غلط. اتضحك عليه بكلمة يومين وهنعيشهم أو بكرة وهنتوب، والحقيقة العمر اتسرق منه. علشان كده يا حبيبي، حياتك دي وزنة، هدية ربنا اداها لك تحافظ عليها وتعيش معاه في حب ومخافة ومهابة وتمتع. كل ده في الحياة مع ربنا. لما انت بتبتدي تتصرف تصرفات في غير صلاح الله وبره وصيته، بتكون النتيجة انك انت بتدمر حياتك. الآية هقولها لآخر مرة: لماذا تموت في غير وقتك؟ ربنا يدينا كلنا نعمة الحكمة. آمين. صباح الخير.